تفتكر هي ليه الناس كلها بتحب البتنجان؟ ايه يا بنتي السؤال ده؟ هو في حد اصلا ما بيحبش البتنجان؟ ما انا عشان كده بقى قررت ادوقك النهارده احلى فتة بتنجان ممكن تاكلها في حياتك. اما نشوف. اول حاجه حضرت الصوص نص كيلو زبادي ونص كوبايه طحينه و3 فصوص توم وعليهم عصير ليمونه ورشه ملح ونقلبهم كويس جدا. اتاريكي قاعده بتقلي في العيش وانا اقول. نفرد بقى العيش المقلي ده في طبق التقديم وعليه حمص مسلوق ولازم يكون سخن، وممكن نسقي العيش بشويه من ميه الحمص مش كتير عشان يفضل مقرمش برضو. وبعدين نوزع عليهم البتنجان المقلي. هنوزع صوص الزبادي اللي حضرناه ده على البتنجان ونحضر بقى طشه الفتة. امال ايه الطماطم اللي انت محضراها دي؟ اتقل بس. هنسيح معلقه سمنه كبيره ونشوح فيها الطماطم دي مع رشه ملح، وبعدين هنزود عليها نعناع ناشف وشم الريحه بقى. يا نهار جمدان، بس خديلك ساتر احسن الطماطم بتفرقع. ايوه، ما انا بعدت شويه اهو لان السوائل اللي في الطماطم بتتطاير فعلا مع السخونيه. اخر حاجه بقى هنشوحها مع الطماطم شويه لوز متقطعين شرايح. المفروض يتحط عليها صنوبر دي. انت عارف الصنوبر بقى بكام؟ طب خلاص. زودنا بقى كام ورقه نعناع فريش كده على الوش، ويلا دوق وادعيلي انت عارفه انا بدعيلك من غير حاجه اصلا. تبقى عجبتك.